قصة كده بتبدأ بيها حكايتنا النهاردة، قصة أب بيبص على بنته اللي لسه مولودة. المشهد ده معروف. قلبه طبعا مليان حب، بس في نفس الوقت قلقان جدا، فبيجيب شخشيخة ويهزها جنب ودنها، مفيش أي رد فعل. ياه. فيقوم ينادي على مراته بقلق ويقول لها أنا بتهيألي بنتنا ما بتسمعش. رد فعل طبيعي جدا لأب جديد. فالأم بهدوء بقى بتقول له اهدى بس، لسه بدري قوي على الكلام ده، وتفتح كتاب وتقرأ بصوت عالي. ما تتخضش لو طفلك حديث الولادة، ما تتفزعش من الأصوات العالية. لكن الأب غالبا مش بيطمن. بالظبط، بيرد عليها يقول لها الكلام ده مش مريحني قوي. الموقف البسيط ده هو بالظبط محور نقاشنا النهاردة. هو مش مجرد قلق عادي، دول طريقتين مختلفتين تماما للنظر للحياة. ازاي يعني؟ يعني الأب شاف كارثة محتملة، حاجة دايمة خلاص، والأم شافتها مشكلة مؤقتة وليها تفسير بسيط. بالظبط. والنهاردة احنا هنغوص في فكرة قوية جدا من كتاب التفاؤل المكتسب لمارتن سيليجمان، من أهم كتب علم النفس. الفكرة ببساطة بتقول إن طريقة تفكيرنا في أي نكسة بتحصل لنا، يعني الحوار اللي بيدور جوه عقلنا، ممكن يكون هو اللي بيحدد نجاحنا وصحتنا وسعادتنا أكتر من أي حاجة تانية. والمهم إننا نفهم الأسلوب ده بيتكون إزاي وبيأثر على كل حاجة في حياتنا إزاي. والغريب بقى إن القصة كلها، يعني أصل الموضوع، ما بدأش أصلاً كبحث عن التفاؤل. لا خالص، بدأ كبحث عن العكس تماما، عن العجز واليأس. سيليجمان وقتها اكتشف ظاهرة كده في المعمل وسماها العجز المكتسب. أنا قريت عن التجارب دي وبصراحة كانت صادمة شوية. ممكن نلخصها بسرعة؟ أكيد. بصي، ببساطة كان في 3 مجموعات من الكلاب. أوكي. المجموعة الأولى كانت بتتعرض لصدمات كهرباء خفيفة، بس كان عندها زرار تقدر تدوس عليه توقف الصدمة. يعني كان عندها إحساس بالتحكم. بالظبط. المجموعة التانية كانت بتتعرض لنفس الصدمات بالملي، بس مفيش أي حاجة في إيدها تعملها، مفيش أي تحكم. والمجموعة الثالثة؟ دي كانت مجموعة ضابطة ما تتعرضش لأي حاجة خالص. الجزء اللي جاي ده بقى هو اللي فعلا غريب. في المرحلة التانية حطوا كل الكلاب، كل واحد لوحده، في صندوق فيه حاجز واطي، يعني يقدروا ينطوا من فوقه بسهولة جدا عشان يهربوا من الصدمة. وهنا حصلت المفاجأة. اللي حصل إن الكلاب اللي كان عندها تحكم والكلاب اللي متصدمتش أصلا نطوا وهربوا في ثواني، لكن المجموعة التانية استسلمت. استسلمت. إزاي يعني؟ فضلوا مكانهم يستقبلوا الصدمات من غير حتى ما يحاولوا يهربوا، مع إن الهروب كان حرفياً ممكن وسهل جداً. يا نهار أبيض، ده اكتشاف مرعب. ده هز علم النفس وقتها، لأنه أثبت إن الكائنات الحية مش مجرد آلات بتستجيب للمكافأة والعقاب زي ما المدرسة السلوكية كانت بتقول. لا، دي بتكون توقعات. بالظبط. المجموعة التانية دي كونت توقع بيقول مفيش أي حاجة بعملها بتفرق. التوقع ده هو اللي سبب لهم الشلل ده. بس دي تجارب على كلاب في معمل. هل منطقي إننا نطبق نفس الكلام ده على النفس البشرية بكل تعقيداتها؟ سؤال ممتاز. يعني إيه اللي بيخلي واحد فينا يستسلم بعد أول فشل، وواحد تاني بيقع ويقوم ويكمل كأن مفيش حاجة حصلت؟ وهو ده بالظبط السؤال اللي سيليجمان قضى بقية حالاته بيجاوب عليه، واكتشف إن اللي بيفرق بين الناس هو أسلوب التفسير. أسلوب التفسير؟ الطريقة اللي بنشرح بيها لنفسنا ليه الحاجات الوحشة بتحصل، ولقى إن في 3 أبعاد أساسية بتتحكم في الأسلوب ده. أوكي، خلينا نفصصهم بقى. إيه هم الأبعاد ال3 دي؟ البعد الأول هو الديمومة. يعني لما بتحصل حاجة وحشة، هل بتشوفي سببها حاجة دايمة ولا حاجة مؤقتة؟ ممكن مثال؟ طبعاً. الشخص المتشائم بيقول لنفسه أنا فاشل أو عمري ما هنجح. الكلمات دي بتحسس الواحد إن المشكلة أبدية. خلاص، دي حاجة لازقة فيه. تمام. في المقابل الشخص المتفائل بيقول أنا كنت مرهق المرة دي أو الظروف كانت صعبة. دي أسباب مؤقتة، يعني هتعدي. فهمت. طب والبعد التاني؟ البعد التاني الشمولية، وده بيكمل الأولاني. يعني المتشائم مش بس بيشوف المشكلة دايما، لا، دي كمان بتأثر على كل حاجة تانية في حياته. يعني لو أداؤه وحش في الشغل بيحس إنه كمان أب فاشل وصديق فاشل وكل حاجة. بالضبط كده، بيقول أنا بغلط في كل حاجة. لكن المتفائل بيحجم المشكلة، بيقول أنا مش كويس في المهمة دي بالذات. بيحاصر الفشل في مكانه، ما يخليهوش ينتشر. تمام. وده يوصلنا للبعد الثالث والأخير، التخصيص. يعني لما بتحصل مشكلة بتلومي مين؟ امم المتشائم على طول بيلوم نفسه،
بشكل داخلي. الغلطة غلطتي أنا السبب. وده بيخلق إحساس بالذنب ويقلل تقدير الذات. على عكس المتفائل اللي ممكن يبص على الظروف الخارجية. أيوة، من غير ما يتهرب من المسؤولية طبعا، بس بيكون قادر يشوف العوامل التانية. المشروع ده كان صعب على أي حد، الفريق ما كانش متعاون. وأعتقد العكس بيحصل في الأحداث الكويسة، صح؟ إزاي؟ يعني المتفائل لما بينجح بيقول أنا موهوب، سبب دائم وشخصي. لكن المتشائم بيقول ده كان حظ أو الموضوع كان سهل المرة دي. أنت لخصتيها بشكل مثالي، كأنه حتى مش بيعرف يفرح بنجاحه. الأسلوب ده هو اللي بيحدد هنفضل حاسين بالعجز لمدة قد إيه بعد أي صدمة، دقائق ولا أيام ولا سنين. هنا بقى الموضوع بيبتدي يبقى ملموس أكتر لما نشوف الكلام ده في العالم الحقيقي. في قصة مذهلة في الكتاب عن شركة تأمين اسمها متروبوليتان لايف. قصة شهيرة جدا. كان عندهم مشكلة ضخمة، معدل دوران الموظفين كان عالي جدا. مندوبين المبيعات كانوا بيسيبوا الشغل بسرعة رهيبة. وده منطقي. تخيلي وظيفتك عبارة عن سلسلة من الرفض اليومي، لا شكرا، مش مهتم، والباب يتقفل في وشك. استنزاف نفسي رهيب. طبعا. والشركة كانت بتخسر ملايين في تدريب ناس وبيمشوا على طول. وهنا سيليجمان دخل في الصورة واقترح عليهم يعملوا تجربة جريئة جدا. هو طلب منهم يقيسوا درجة التفاؤل للمتقدمين الجداد، وعملوا حاجة بقى عكس كل منطق في البيزنس. اللي هي إيه؟ عينوا مجموعة سماها القوة الخاصة. الناس دي كانت سقطت في اختبار الكفاءة العادي بتاع الشركة. سقطوا في الاختبار؟ لكن درجات تفاؤلهم في اختبار سيليجمان كانت في أعلى 10%. دي مجازفة كبيرة جدا لشركة بالحجم ده. فعلا. والنتيجة كانت صادمة. إيه اللي حصل؟ في السنة الأولى القوة الخاصة المتفائلة دي تفوقت على زمايلهم المتشائمين اللي نجحوا في الاختبار العادي بنسبة 21%. 21%؟ وفي السنة التانية النسبة دي نطت ل 57%. ياه، ده فرق ضخم. لأن المتفائلين ما كانوش بيشوفوا الرفض كدليل على فشلهم الشخصي، لا، كانوا بيشوفوه جزء من اللعبة، وإن العميل الجاي ممكن يوافق. مثابرتهم كانت أعلى بكتير. ده بيوضح إن في مجالات معينة طريقة تفكيرك والمثابرة اللي جاية منها ممكن تكون أهم من الموهبة الأولية. والموضوع مش بس شغل وفلوس، ده بيمتد لحاجة أهم بكتير، صحتنا. فعلا. الكتاب عرض دراسة تبعت مجموعة من خريجي جامعة هارفارد من سنة 1942. الدراسة الطولية الشهيرة. قيسوا درجة تفاؤلهم وهم عندهم 25 سنة من خلال كتاباتهم عن تجاربهم في الحرب العالمية الثانية. وفضلوا يتابعوا صحتهم لحد ما وصلوا لسن 45 و60. والنتائج كانت مدهشة. درجة التفاؤل في سن 25 قدرت تتنبأ بصحة الشخص بعدها بعقود. إزاي؟ الرجالة اللي كانوا متشائمين في شبابهم عانوا من أمراض الشيخوخة بدري وبشكل أسوأ بكتير من زمايلهم المتفائلين. ده شيء غريب. إيه التفسير؟ في نظريات كتير، منها إن التشاؤم المزمن بيضعف جهاز المناعة وبيخلي الناس أقل اهتماماً بصحتهم أصلاً. الكلام ده كله عظيم، بس هل ده معناه إن التفاؤل ده كويس على طول الخط؟ يعني مفيش أي جانب سلبي؟ سؤال مهم جداً. قصدي التفاؤل الزايد عن حده ده ممكن يخلي الواحد أعمى عن المخاطر الحقيقية أو متهور. بالظبط. والكتاب بيقدم وجهة نظر متوازنة جداً في النقطة دي. في ظاهرة لفتت انتباه العلماء اسمها الواقعية الاكتئابية. لحظة، الاسم ده لوحده غريب جدا. يعني إيه واقعية اكتئابية؟ زي ما الاسم بيقول كده، الدراسات أظهرت إن الناس اللي عندهم اكتئاب خفيف وغالباً بيكونوا متشائمين بيكونوا أدق بكتير في تقييم الواقع وقدرتهم الحقيقية على التحكم في الأمور. ده عكس كل اللي بنسمعه. تماماً. المتفائلين على الناحية التانية ساعات بيبقى عندهم وهم السيطرة، بيحسوا إنهم متحكمين في حاجات هي في الحقيقة مجرد صدفة أو حظ. ممكن مثال يوضح الفكرة دي أكتر؟ طبعاً. تخيلي 2 بيلعبوا لعبة فيها جزء كبير من الحظ. المتفائل لما يكسب ممكن يقول أنا عبقري في اللعبة دي، ولما يخسر يقول حظي وحش المرة دي. بالظبط. الشخص اللي عنده واقعية اكتئابية هيكون تقييمه أدق، هيقول أنا كسبت عشان الحظ كان معايا وخسرت عشان الحظ كان ضدي. هو شايف حجم سيطرته الحقيقة على الموقف. الدقة دي ممكن تكون ميزة خطيرة في وظائف معينة. أكيد. مش عايزين كابتن طيارة متفائل زيادة عن اللزوم وما يتأكدش من كل حاجة، ولا مدير مالي متفائل بشكل أعمى بخصوص استثمار عالي المخاطر. فهمت.
إذن الهدف مش إننا نتحول لمتفائلين بشكل أعمى، الهدف هو التفاؤل المرن. الله ينور عليكي. نكون قادرين نستخدم رؤية المتشائم الدقيقة دي لما نحتاجها، من غير ما نعيش أسرى لنظرته القاتمة للحياة طول الوقت. طيب، ده يوصلنا لأهم سؤال للناس اللي بتسمعنا دلوقتي وحاسين إن أسلوبهم بيميل للتشاؤم. هل خلاص كده؟ ولا دي حاجة ممكن تتغير؟ ودي أجمل رسالة في الكتاب كله. عادات التفكير بتاعتنا مش قدر محتوم، هي مجرد مهارة، وزي أي مهارة نقدر نتعلمها ونغيرها. إزاي؟ الكتاب بيقدم أداة عملية جدا اسمها نموذج ABCD. أوكي، خلينا ناخد مثال عملي. واحد اتقدم لوظيفة نفسه فيها، وبعد مقابلة كويسة جاله إيميل بالرفض. يطبق النموذج ده إزاي؟ مثال ممتاز. أول حاجة A هي الادفرسيتي أو المحنة، اللي هي إيميل الرفض، ده الحدث. تمام. تاني حاجة B هي البيليفز أو المعتقدات. الصوت الداخلي المتشائم هيشتغل فوراً ويقول أنا كنت عارف، أنا أصلاً مش شاطر كفاية. عمري ما هلاقي وظيفة كويسة زي دي. معتقدات دائمة وشاملة وشخصية. وده هيوصلنا لسي الكونسيكونسز أو العواقب. اللي هي إنه هيحس بإحباط شديد وممكن يبطل يقدم على وظائف تانية لأنه مفيش فايدة. بالظبط. هنا بقى بيجي دور أهم خطوة، دي الديسبيوتيشن أو الجدال. يجادل الأفكار دي إزاي؟ يسأل نفسه، إيه الدليل القاطع على إني مش شاطر كفاية؟ هل رفض واحد هو دليل على فشل أبدي؟ إيه التفسيرات التانية الممكنة؟ ممكن يكون كان في مئات المتقدمين، أو في واحد خبراته أعلى في نقطة معينة. بالظبط. يمكن السي في بتاعي محتاج تعديل بسيط. الجدال ده بيزعزع يقين المعتقدات السلبية. ولما ينجح في الجدال ده بيوصل لآخر مرحلة E، وهي الانرجايزيشن أو التنشيط. أيوة، بدل ما يستسلم للإحباط بيحس بطاقة جديدة ورغبة في المحاولة تاني. يفتح السي في يعدله ويبدأ يدور تاني بروح مختلفة. هو كده كسر حلقة العجز المكتسب. أنت لخصتيها بشكل رائع. الفكرة كلها إننا نتعلم نلاحظ حوارنا الداخلي، وما نتعاملش معاه كأنه حقيقة مطلقة، لكن كفرضية محتاجة دليل. ومع الوقت الجدال ده بيتحول لعادة، والأسلوب المتفائل بيبقى هو الطبيعي. بالظبط كده. إذن الرسالة واضحة جدا، طريقة تفسيرنا للأحداث هي مجرد عادة ذهنية، مش جزء ثابت من شخصيتنا، ونقدر نعيد برمجة الحوار الداخلي ده. وهنسيب المستمع مع فكرة أخيرة من الكتاب عشان يفكر فيها. سيليجمان بيربط بين وباء الاكتئاب المنتشر في العصر الحديث وبين صعود الفردية وتراجع الانتماء لكيانات أكبر مننا، زي إيه؟ زي الوطن أو الأسرة الممتدة أو الدين. دي نقطة عميقة جدا. هو بيقول إنه زمان لما الفرد كان بيواجه فشل شخصي كان بيقدر يستمد معنى وقوة من كونه جزء من حاجة أكبر. لكن دلوقتي الوضع اختلف. في عالم بيقدس الفرد ونجاحه الشخصي فوق كل اعتبار، الفشل بقى شخصي بنسبة 100%. مفيش سياق أكبر نحط فيه نكساتنا. وكأن الواحد بقى لوحده تماما في مواجهة فشله. بالظبط. ويمكن في عالم زي ده، لما بنفقد الإحساس بالانتماء لحاجة أكبر، بيصبح الحوار اللي بنجريه مع نفسنا هو أهم وأخطر عامل بيحدد مصيرنا.